السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده الفيديو التاني اللي بنغطي فيه احدث ادوات التك من معرض CES 2026. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن 8 شركات ب8 منتجات مختلفة اول مرة نسمع عنها، والنهارده هنتكلم عن 3 شركات ب3 موبايلات اغرب من بعض، منهم موبايل نازل في 2026 بفول كيبورد، وموبايل مكون من 3 اجزاء، وموبايل عامل فيها فليب بس مش من سامسونج. فتعال نشوف. وأول موبايل معانا من كليكس، الشركة المعروفة بصناعة إكسسوارات الموبايل، واللي أنتجت مؤخرا الماك سيف باور بانك المدمج بكيبورد، لكن المرة دي أنتجت موبايل كامل خاص بيها عليه اسمها، بحواف دائرية وفول كيبورد كامل بتصميم النوستالجيا، تصميم البلاك بير، وبيتميز الغطاء الخلفي البسيط إنه قابل للتبديل من مجموعة ألوان مختلفة. والموبايل ما بيسعاش خالص إنه يكون موبايل أساسي، ولكنه مصمم عشان يكون رفيق ليك ورفيق لموبايلك الأساسي في الإنتاجية وإنجاز بعض المهام البسيطة زي الرد على الإيميلات أو كتابة الرسائل القصيرة، وده اللي المصممين قالوه على الموبايل. وعلى جانب آخر كان جيف جادواي مدير التسويق لشركة كليك اتفاجئ إن عدد من المستخدمين اعتمدوا الموبايل إنه موبايلهم الأساسي، حتى قال إن الأشخاص دي ممكن تكون على حق. نيجي لتاني موبايل اللي أول ما نشوفه هنقول إنه فليب، لكن زي ما احنا شايفين كده هو ده الموبايل بحجمه الطبيعي بدون طاي، وده المايند 1 برو من إنتاج شركة ايكو، موبايل أندرويد متكامل بتصميم مربع، شاشة حجمها 4 إنش، وكاميرا بدقة 50 ميجا بكسل، وبتدور لفوق عشان التصوير السيلفي، وممكن تستخدمها كستاند لو عاوز تثبت الموبايل. وانا بتساءل ليه حاجه زي دي ما كانتش متداوله في المعرض ومحدش يتكلم عنها. الموبايل هيكون حجمه قليل ووزنه خفيف جدا في ايدك وفي جيبك، ويعتبر من الحاجات اللي عجبتني على المستوى الشخصي. الموبايل دلوقتي متاح للطلب المسبق على كيك ستارتر، وتقدر تطلبه يجيلك بالاندرويد او يجيلك بسوفت وير ايكو او اس اللي بيهتم في العموم بتطبيقات الاي اي. واخيرا وليس اخيرا معجزه سامسونج الجالاكسي زي تراي فولد اللي الناس كلها عرفته قبل ما يكون متاح حتى في المعرض، وهو احدث جهاز فولد من سامسونج اللي بيتحول من موبايل شاشته 6.5 انش لتابلت شاشته حجمها 10 انش. والفولد ليه ريفيو كامل عندي هنا تقدر تتفرج عليه. ولحد كده ده اللي معانا النهارده، انتظروا باقي الاختراعات المبهرة في فيديو جاي بإذن الله. وبس كده، اشوفكم في ريفيو جديد. سلام عليكم.